اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. بسم الله وتوكلنا على الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم الوليدات؟ كي دايرين مع الصحة؟ ان شاء الله يكون كل شيء بخير وعلى خير. مبروك عليكم هاد العواشر. هنا بديت معاكم الفيديو من الصباح. كيف وقت دخلت اول حاجه للكوزينه هي صوبت هذيك الحريره تاع الشوفان وقهيوه وصافي وفطرت. هنايا دزت العجينه، كنوريكم هنا الخميره بلديه راه باقي الله صايبتها هاد الايامات مع رمضان تنبي ندوروا الحريره بسميتو. هانتم كنوريكم باقي فيها التمر والعلفه ديال التمر. المهم هنايا قلت نديرها في الخبز. انا واخا كندير الخميره عاديه كندير معاهم حتى الخميره بلديه. وتما راني دايره كي تتشوفوا دايره الطحين، دايره تاع الشعير، دايره النخاله الشوفان، دايره النخاله العاديه، دايره القمح. المهم انا كنخلط في الخبز ديالي كاع الطحين الحاجه اللي كنعرفها غادي تفيدنا شويه صافي. ودرت شويه ديال العسل والملحه ودرت هذيك الخميره بلديه ودرت الخميره العاديه صافي وغنعجن عجينتي تيجي خفيف تيجي زوين هذا الخبز. وخصوصا ديك ريحه الخميره بلديه راه كنعرفها كلنا بانها مفيده. وحاولوا ديروها في هذا رمضان باش تدوروا بها الحريره حامضه تجي رائعه. المهم انا اول ما كندير كنعجن الخبز كنجمعو وكنغطيه حتى كيخمر، عاد كنعاود ندخل فيه واحد جوج دلكات وصافي. هنايا الخميره اللي بقات داك شويه اللي بقى في القاع هاني زدت عليه هنا شويه الملحه ودرت كي تشوفوا النخاله العاديه والطحين تاع القمح وصافي وطحنت الشعير وهاني كنخلط فيه باش ديك شويه ديك الخميره اللي عاود طلع ما نقطعهاش. هانتوما كي تشوفوا راني كنخلط فيها صافي وغادي نغطيها. من الاحسن خلطها بالمغرف قالك ولا باليد. هما تيقولك المغرف العود تطلع الخميره. هادشي اللي سمعنا من والدينا وصافي. هادشي اللي كاين هنايا. عاود درت في العجينه جوج مرات خمرات وعاود دلكتها دخلت فيها الجبونيات كي قلت لكم. راني هنا نقرص صافي. هنايا راه صايب الخبز ماشي ما يجيكمش الفيديو طويل. هانتوما كي تشوفوا قرصتو بالنخاله الشوفان اللي ديما كنشارك معكم. راه جا خفيف ما تصوروش كي جا خفيف وانا كنحاول نهز فيه زعما باش تشوفوا بانه راه خفيف صافي. هذا هو الخبز اللي شاركت معاكم. هذا راه درت الغدا درت لهم شويه شويه الزيتون ومطيشه والبيض. هنايا العشاء حين نخرج ما مسالياش في العشيه درت قلبت الثلاجه درت عندي واحد شويه الكالامار وداك الشيء. دوك اللعيبات اللي كنشريو كونجولي راه ما عندناش لابد تشريهم هنايا فريس زعما فخيره عندنا غالي صافي. درت معاهم شويه ديال البزار وغندير معاهم شويه الملحه وهذا الشيء اللي كاين. وغندير شويه البورو شويه الكركم بغيتهم يجوا فيهم اللون. هاد المره بغيت الروز يجي فيه شويه هذا بغيت نديرهم بالروز صافي. كي كنقول لكم ديما باش نفيدوا المبتدئين وكله على جهده وكله على قدره. راه بعض المرات من تندير والو مع الرز تندير البورو شويه الشامبينيون الا كان شويه الخضره. المهم راه بنادم تيعدل يدي وتيقضي باش ما عطا الله. هنايا عندي واحد الفلفله صفراء وهذاك البورو غادي نضيفو ليهم. غادي نضيفو المقيله ونخليه حتى هو تيتقلى. وبغيت ندير عليهم معاهم حتى شويه الشامبينيون نواغ. داك الشامبينيون تاع الشينوا داك اللي كنخو عليه الماء يطاب وتيطلق هذاك صافي. نتوما كي تشوفوها هو
طلع غادي نضيف عليه شويه الشامبينيون، راه خويت عليه الماء غير شويه ولا بزاف، ولكن كلشي ملي كيطيب كيتجمع. هاد الشامبينيون راه مفيد بزاف بزاف. غير نتوما الا بغيتو تشريوه عند نقول لك في المحلات الاسيويه، الله يستر عليكم قراو اش كاين، حيت راه كاينين شي وحدين فيهم بزاف المكونات. هذا مكتوبه فيه غير داك المحار الاسود وهذا وشويه ديال الملحه باش مشمشينو، هادشي اللي كاتبين. المهم حنا تنقولوا والله اللي تيقول ما عرفناش كنديروا. المهم داكشي اللي كيقول لنا راه حنا تابعين الكتبه، الله يسمح لينا وصافي. المهم هنايا نتوما كتشوفوا انا رديت هذاك الشيء باش يتزانش مع بعضياتو، والرز راه تما رطبتو صافي. هنايا بقى راه كي قلت معكم راه كل شيء ان شاء الله وجدته. انا غادي نضيف عليه شويه ديال الماء، ايوا، ومن بعد غادي ندير عليه منين يطيبوا داك الشيء غادي ندير عليه نطفي عليه. انا سمحوا لي بنادم تيسرح كنهضر مع كنركب الصوت، والله تمشيت صافي. هنايا قلت انا بلا ما يدوز الفيديو خاوي، هنايا بغيت ندير معايا ندير العسل، وانا نقول نشاركوا معكم على الاقل واحد الافاده كي كنقول ديما المبتدئين. هنايا درت 2 كيلو ديال السنيده، غندير درت معاها كل كيلو السنيده تنديروا فيه نص لتر ديال الماء. هنا درت واحد 2 العويدات ديال القرفه كي تتشوفوا، ودرت هنا 2 طروفات تاع الحامض. بغيتو ديروا حامضه كامله ديروها، انا كنديرو في الماء بارد ماشي الماء دافي، حيت كاين اللي كيديروا في الماء دافي. درت معاه شويه الزعفران شعره، وهنا وغندير ندير معاه واحد الكموسه تاع اتاي. انا كندير العسل تاع زمان، الكموسه تاع اتاي هذيك راه ديك البونسمون كنشريها في الباكيه معقمه ومصايبه، كنعاود نغسلها صافي. غادي نخلط نبقى نحرك هكايا حتى كيذوب داك السكر. مره كنحركو حدايا باقي ما شاعلاش عليه البوطه، تيجي العسل هائل وكديروا في اي حاجه. المهم ما كتجيش فيه، ما كنبغيش نكثر فيه داك القرنفل وداك الشيء باش تستعمليه في اي حاجه ما كيعطيكش. المهم كل حاجه راكي كتبنيها انت بالطعم ديالها صافي. وغادي ملي يذوب هذاك السكر غادي نشعل عليه، ملي كتبدا تصفر الكوكوط غتحسبوا ليه من 30 حتى ل 40 دقيقه. ملي تبدا تصفر غتنقصوا عليه العافيه الشمعه من 30 حتى 40 دقيقه وطفيو على العسل. دابا نوريكم الشكل النهائي ديالو صافي. هنايا راه خرجت قضيت الغراض وداك الشيء. هنا جيت في العشيه هاني رميت الروز صافي باش نحطو لهم العشاء. غادي يتشرب، ما كياخدش الوقت ملي كيكون مرطب صافي. غادي نتسنى ان شاء الله حتى يطيب صافي. هنايا غادي نضيف عليه قبل ما يطيب غادي ندير عليه شويه صلصه الصوجه من الفوق. انا حتى كيقرب يطيب وضيفوا هذيك صلصه الصوجه، ولا بغيتو ديروا شويه العصير الحامض صافي. وكانوا عندي هاد اسميتو هاد شويه تاع لي كروفيت درتهم من الفوق، نقيتهم ودرتهم من الفوق صافي. وهذا هو نهاري نشكر معاكم صافي. هنايا خليت العسل هذا حتى الغد ليه باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. حين تخص العسل ما كتبان النتيجه حتى كيبرد. هذا هو الشكل النهائي ديالو، ونتمنى ان شاء الله تجربوه. وخليتكم ان شاء الله بخير وعلى خير، ونتلاقاو ان شاء الله المره الجايه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.